اهلا بيكم في حلقه جديده من هجرب اقول. في حلقه ويلز كيتشن كان جالنا كومنت من حمزه محمد قال لنا جربوا تشيكن ووركس، فاحنا هنجرب التشيكن ووركس. لو انت عندك مطعم عايزنا نجربه اكتب لنا في الكومنتات واحنا هنجربه زي ما عملنا مع حمزه كده. قبل ما نبتدي الحلقه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدوس على اللايك وتدوس شير وتعرف الناس وخلي الناس كلها تشوف القناه واعمل كل حاجه. اول حاجه تعالوا نبص كده بص على المنيو. هو يعني بسيط خالص، هو عنده تقريبا 6 أو 7 سندوتشات وهما كلهم عنده ذا ووركس وكلاسيك ديلوكس وبافلو وهاني دريم وذا رانش واوريجينال، وعنده تندرز اللي هي الحته اللي جنب الصدر كده الصغيره دي عاملينها زي ستريبس كده، وعنده سايدز كول سلو وفرايز ومشروبات وفانيليا ايس كريم وسويت شيبس وكده. يعني هو بسيط خالص زي ما ظهر عندكم كده على الشاشه. احنا النهارده هنجرب 4 سندوتشات وهنجرب التندر بتاعه والصوص بتاعه، يلا بينا نبدا الحلقه. اول حاجه هنجربها معانا التندر بتاع تشيكن ووركس، فهنطلع الحاجات الباقيه بره. انا جبت 3 قطع من التندرز بتوعه عشان نجرب طعمها كده نشوف حلوه وزي المطاعم التانية ولا لا. واو ريحتها حلوه قوي. بصوا شكل التندر. قبل ما نبتدي هو بيجي معاه صوص، ال3 قطع دول بيجوا معاهم صوص وانت اختار اللي انت عايزه. فانا اخترت الوركس صوص، عرفت ان هو رانش بس سبايسي. هندوقها الاول لوحدها نشوف طعم الفراخ كده عامله ازاي. تحفه. استنى ناخد قطمه تاني. شكل الفراخ من جوه طعمها حلو جدا، البريدنج من بره حلو وطعمه مظبوط، مفيهوش اي حاجه كده يعني مفيش طعم كده فز او طعم عالي، والتتبيله واصله لجوه جامد قوي. تعالوا نجربه بالصوص. طعمها بالصوص حلو، طعم الرانش باين فيه سبايسي سنه مش قوي، بس هو مش زي الرانش اللي هو متعودين عليه بتاع بابا جونز وكده. في كده حاجه مختلفه بس مش مضايقاني بصراحه، يعني طعمه اوفر اول طعمه حلو. نخش على تاني حاجه بتميز اي مكان بتاع فرايد تشيكن وهو الكول سلو. ده شكله من جوه بصراحه شكله يعني مبشر. يلا بينا ندوق. طيب لو انتوا فاكرين مطعم بندق اللي عملنا عليه حلقه قبل كده، لو ما شفتهاش روح شوفها فايتك كتير. نفس الكورسلو بتاعه والسكر بتاعه زياده سنه، دي بصراحه ذوق شويه. هو لو ذوقك السكر اعلى هيعجبك، فهو صوص الكورسلو فيه كتير ومسكر زياده عن الطبيعي، فلو انت مش بتحبه مسكر مش هيعجبك قوي الصراحه، بس انا بالنسبه لي بحبه كده عادي، يعني ما عنديش مشكله معاه. نيجي بقى للنص التاني والاهم من الحلقه وهو الساندوتش بتوعه، ودي طبعا حاجه مميزه عنده ان هو كاتب ايه الساندوتش ده، فدي حاجه انا بحبها. فهنبتدي واحد واحد، يلا بينا. طيب ده اول ساندوتش معانا اسمه ذا رانشر، وهو اول حاجه فيه العيش طازه، هو جواه صوص الرانش والتشيكن وخس وخيار مخلل وبس كده. ده شكله من جوه قطعه فراخ، يعني مش ماليه الساندوتش قوي بس مش بطاله وعليها الصوص بتاعه. يلا بينا ندوق. طيب اول ساندوتش هو واضح كده ان هو الساندوتشات بتاعته كلها بيزك، فهو طعم الفراخ حلوه ونظيفه، بس ده صوص الرانش بصراحه مش قوي فيه قوي، فهو ده يعني انا ما اجيبوش تاني الصراحه. تاني ساندوتش معانا وهو الهاني دريم. طيب ده تاني ساندوتش معانا، العيش زي ما هو طازه، ويعني ده متحمس له اكتر شويه. عليه تقريبا قطعة كده زي لانشون الفراخ وقطعة الصدور، ده تقريبا نفس صوص الهاني ماسترد وخس وخيار مخلل. ده هاني دريم وده شكله من جوه، الصوص فيه اكتر شوية وهو تقريبا قريب من هاني ماسترد كده. يلا بينا ندوق ونشوف الهاني دريم ده عامل ازاي. طيب تاني ساندوتش ده عجبني اكتر من الرانش الصراحه، طعم الهاني ماسترد حلو، في طعم كده مستردة مسكره سنه عشان طعم العسل، مع قطعه اللي هي مش عارف زي شريحه الفراخ المدخنه كده مع الخس وكده، طعمه حلو بصراحه. وطعم البريدنج بتاع الفراخ هو بصراحه اللي مميزه، هو اللي عالمي، لكن الصوصات وكده الحاجات اللي فوق دي عاديه الصراحه. انا حبيت ده وممكن اشتري تاني. تالت ساندوتش معانا واسمه ذا بافلو. ده ساندوتش ذا بافلو، الصوص فيه كتير ونفس الساندوتش فيه قطعة فراخ وعليه صوص البافلو، واعتقد ده رانش تقريبا وخس وبيكلز. طيب الساندوتش ده اسمه ذا بافلو، عليه صوص البافلو وعليه رانش. طيب بصوا هو بصراحة في حاجة مضايقاني كده بسيطة، ان قطعة الفراخ مش مالية الساندوتش، يعني
شايفين كده في حته فاضيه من هنا، ف يعني انا مش باخد في كل قطمه الفراخ مع الصوص مع كل حاجه، في كده حته عيش دايما بتبقى فاضيه في الطرف كده. والعيش بتاعه مش عيش، طب يعني في كده صفار شويه. يلا بينا ندوق ساندوتش البافلو من ووركس. طيب اول حاجه الساندوتش ده لو انت بتحبش الشطه ما تجيبوش وما تجيش ناحيته، هو مشطشط جدا، بس طعم الشطه مع صوص الرانش كده الاتنين عاملين مع بعض بصراحه بالانس حلو قوي، يعني عجبني اكتر واحد لحد دلوقتي، فطعمه حلو جدا واجيبه تاني مع الهاني ماستر. اخر ساندوتش معانا ساندوتش ذا ووركس. ده ساندوتش ذا ووركس، العيش طازه طبعا زي ما هو، في الحاجه حلوه جدا، وعليه صوص الرانش مشطشط اللي هو اسمه ذا ووركس، وقطعة التشيكن وخس وخيار مخلل وصوص تاني ذا ووركس. طيب ده انا مش هتفاجئ من طعمه لان دقت اللي هو عرفت ان هو رانش مشطشط، فهنجربه ونشوف فيه حاجه مختلفه ولا لا. طيب هو مفيهوش حاجه جديده زي ما قلنا، نفس الفراخ ونفس الصوص اللي هو الوركس اللي احنا دوقناه مع التندر. طيب اكتر حاجه عجبتني في التشيكن ووركس هو ذا بافلو، طعمه حلو جدا والسبايسي مع الرانش جامد. تاني واحد الهاني دريم ووركس والرانش بصراحه اخر واحد. التندر ممكن اجيبه تاني لو هحب التندر، مفيش مشكله طبعا، حلو جدا بيبقى معاه الصوص، هختار الصوص بقى اللي هيعجبني، ممكن هاني ماسترد او بافلو. طيب وبعد ما خلصنا كده جربنا كل السندوتشات، الخلاصه هي ان تشيكن ووركس حلو مش وحش، طعم التندرز حلو جدا وطعم الفرايد تشيكن بتاعته حلوه جدا، والبريدنج بتاعه طعمه حلو، بس ما ابهرنيش، اللي هو مش تاكله كده واو زي مثلا ما عملت في بوندو، لا ما ابهرنيش، فهو عادي. حتى الصوص والتوبنج بتاعه هاني ماسترد، حتى الصوص بتاعه اللي هو وورك صوص هو رانش سبايسي، فاجربه تاني ولا لا؟ زي ما قلت لكم كل ساندوتش ايه اجربه تاني وايه ما اجربوش لو هاكل من التشيكن ووركس، بس اعتقد انا لو هروح مع فرايد تشيكن يعني ممكن اروح لبوندو. فلو انت هتجرب حاجه منهم هتجرب السندوتشات اللي انا قلت لك عليها والتندر، بس انا مش عاجبني قوي، يعني ما كانش حتى العيش بتاعه كده مخبوز، في حاجه يعني هو مصفر شويه، ما اعرفش هو ايه مختلف فيه، فده ممكن تختلف عليه الناس، انا ما ضايقنيش بس ممكن حد تاني يضايقه. الحاجه الوحيده السلبيه اللي انا شفتها او مش حاسسها كويسه قوي ان الفراخ مش ماليه الساندوتش، يعني في حتت في الساندوتش فاضيه. هو ده اصغر حجم، هو في حجمين، في حجم اكبر اعتقد هيحط فيه حته فراخ تاني، بس برضو مش حاسس ان ده مبرر ان هو يبقى فيه حته فاضيه في العيش. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكل حاجه زي كل حلقه كده يعني، وحاولوا توصلونا حتى ل 100,000 لايك حاولوا توصلونا حتى ل 100 لايك. عندك اي مطعم عايزنا نجربه اكتب في الكومنتات زي ما حمزه عمل، وهنجربه في الحلقات اللي جايه. اكتبوا لنا في الكومنتات لو انت جربت تشيكن ووركس ايه اكتر ساندوتش عجبك وجربته. وبس كده، سلام.